السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الخير، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض صينية الجلاش بطريقة حلوة قوي اللي بيحبوا الجلاش الطري. طبعا عملت معاكم قبل كده الجلاش صوابع المقرمش، ده بقى جلاش طري وحلو جدا. ان شاء الله هتطلعيه احسن من اللي انا عاملاه كمان، بس امشي معايا بالخطوات وهيطلع معاكي حلو جدا. طبعا لو انت اول مره تشوفيني، انا دعاء ابراهيم وقناتي بتخص الترط والحلويات والمعجنات. اتمنى ان شاء الله تعملوا جوله في القناه وتشوفوا الفيديوهات اللي انا منزلاها كلها، والله حاجات مفيده جدا. انا معايا هنا ده كيلو جلاش طري صابح. انا بشتريه كده اللي هو السايب، ما بشتريش اللي هو الجلاش الجاهز، بشتري السايب، بيبقى حلو قوي على فكره، وخصوصا لما يبقى صابح كمان. انا معايا الصينيه اللي معايا دي تقريبا 42 في 53 تقريبا، هي هتاخد معايا الكيلو بالظبط. انا وزنت الكيلو ده، خدت نص ونص. نص الاولاني ببدا اخد كل اتنين على بعض كده زي ما انتم شايفين. دهنت الصينيه الاول سمنه، وبقيت اخد كل اتنين على بعض واحطهم واحط يعني دوبك بحط حاجات بسيطه كده من السمنه، ما بحطش كتير، وخصوصا بقى لما تكون سمنه بلدي بتكون حلوه قوي. هبدا اعمل النص الاولاني كله كده بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها، وسهل جدا على فكره، ما بياخدش اي وقت. معايا هنا بقى دي مكسرات عباره عن سوداني وجوز هند وسكر بس. انتي بقى حطي الحشوه اللي انتي عايزاها. عملت كميه على قد الكيلو معايا وحطيتها في نص الصينيه، وبدات احط النص التاني بنفس الطريقه، وبعد كده هبدا اقسمها زي ما انتوا شايفين كده علشان اقطع الجلاش. طبعا لازم بنقطعه. هقطع بقى الصينيه بتاعتي كلها، وبعد كده هنشوف هنكمل الطريقه بتاعتنا ازاي. ما تنسوش طبعا يا بنات اللايك والاشتراك لو انتوا مشتركتوش في قناتي. هقطع بقى الصينيه كلها كده، وبعد ما هقطعها ايه اللي هيخلي الجلاش معايا طري وحلو زي الجلاش اللي بنشتريه من بره واحلى كمان. معايا بيضه هنا، بيضه واحده بس، هحط عليها فانيليا، كيس فانيليا، وهقلبها كويس قوي. دي هتخليها طريه جدا وطعمها تحفه بجد. جربوا الطريقه دي حلوه جدا. هقلبها كويس قوي. بعد كده بصوا، دي كوبايه لبن، كوبايه كبيره شويه غير الكوبايه العاديه بتاعتنا، دي اكبر منها حاجه بسيطه يعني مش كبيره قوي. هقلبها فيها كويس قوي كده، وبعد كده هبدا اوزعها كلها على صينيه الجلاش. ومعايا دي بقيت السمنه اللي انا كنت شغاله بيها، اللي انا كنت بوزعها فيها، حوالي دول يعني تلت كوبايه سمنه اللي باقيين معايا دول في الطبق، تلت كوبايه سمنه. بعد ما وزعت البيض باللبن وعليهم الفانيليا، طبعا ما حطيتش سكر لان احنا لسه هنسقي شربات، وطبعا انا حاطه الحشوه فيها سكر. هبدا بقى اوزع بقيه شويه السمنه اللي باقيين معايا، هم حوالي تلت كوبايه سمنه دول الشويه اللي باقيين، لاني انا مش حاطه فيها سمنه كتير من جوه. خلاص كده خلصنا صينيه الجلاش بتاعتنا، ما خدتش اي وقت وسريعه جدا. هدخلها الفرن على درجه حراره 180. انا بسيبها هي بتاخد لون من فوق ومن تحت على فكره. عملت الشربات بتاعها، انا دخلتها الفرن وعملت الشربات على طول. الشربات عباره عن كيلو سكر، حطيت عليه حوالي كوبايتين ونص وازيد من نص معلقتين ميه. يعني كيلو السكر قولي مثلا 3 كوبايات الا ربع ميه، وحطيتهم على النار وعليها ليمونه غليو ومعلقه كبيره عسل جلوكوز. وبعد كده طفيت عليها وفانيليا طبعا، وسبتها بردت خالص وحطيتها في التلاجة. هي ساقعه على فكره، الشربات هنا ساقع. وادي الجلاش بسم الله ما شاء الله طلع معايا زي ما انتم شايفين كده حلو قوي، وما شاء الله خد لون حلو من تحت ومن فوق. ولو انت حاسه انه ما خدش لون من فوق كمان، ممكن تولعي عليه الشوايه. هسقي بقى الصاج بتاعي. هو باقي معايا شويه شربات صغيرين، حوالي نص كوبايه من الكميه اللي انا عاملاها دي. بقى معايا حوالي نص كوبايه شربات. بعد كده هبدا بقى بعد ما بردت خالص هبدا اقطعها. انا بسيبها لما تبرد خالص. بعد كده هبدا اقطعها على فكره طري وحلو قوي. الناس اللي بيحبوا الجلاش الطري ما بيحبوهوش مقرمش، في ناس بيحبوه اللي هو الناشف المقرمش ده، وفي بيحبوه طري. ده مسكر وحلو جدا وطري. هبدأ بقى اطلعه. بصوا شايفين عامل ازاي؟ ما شاء الله التسوية بتاعته مظبوطة وحلوة قوي. هبدأ اطلعه لكم كده. شايفين انا بوريكم التسوية بتاعته من تحت ومن فوق، غير لما تيجي تقطميه كمان مش اللي هو ناشف قوي، لا تعرفي تاكليه وحلو جدا. ده بسبب البيض وكوباية اللبن والبيضة اللي احنا حطيناهم، هو اللي خلى طبعا الجلاش معايا طري وحلو جدا. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. ما تنسوش يا بنات اللايك والاشتراك في قناتي لو انتي مش مشتركة، واتمنى تعملي جولة وتشوفوا الفيديوهات اللي انا منزلاها. بحبكم جدا واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.